صباح الخير، شلونكم حبايب؟ ان شاء الله مرتاحين. تحياتي للجميع الغوالي بدون استثناء، شباب الفيس والتيك توك وهاي البرامج التواصل، اشكال تلقى بيها وكل واحد يسولف بكيفه وكل واحد يصرح من يمه. هذا واحد ينزل مقطع يقول اذا طيرك ما يطير خليك اياه يطير. شلون بالله تخليه يطير؟ مثلا اذا هو الطير ما يطير شلون تخليه يطير يعني؟ شو تسوي له؟ مثلا تنطيه منشطات، تدير له بنزين محسن، دا يطير؟ ما يطير. الطير اذا مو هو رسه مضبوط ودمه مضبوط وما مخالف ما يطير الطير، مهما يكون ما يطير. فتلقى اشكال شنو يدور لايكات ويدور تعاليق، هذول بروس مع احتراماتي لهم اللي ما يعرفون ما يجنون طير جناية جدا. فلا يغرك هذا الحكي اخوي العزيز، لا يغرك هذا الحكي. طيرك ما يطير انا خليك يطير، يطير نهار. والله اذا انطيه طير اجيب له طير ما يطير ساعة، واذا طير لي للظهر والله انا اسقط الطيور، اسقط الحمام خلاص ما اجناه بعد. مو بكيفه ولا بكيفي، هو الطير ما يطير. واكو طير يطير ما تنزله لو مهما تسوي له، لو مو تفتح طيور جوا وتفتح طواير جوا وتخلي بيض جوا وفروغ جوا، هو ما ينزل. طير اصلا هو ما ينزل، يحب مطيار. والله العظيم واحنا بشهر رمضان اول بارحه قبل يمكن اول بارحه يمكن مو بكر، شبات عندك والدنيا حاره يعني مو ذاك الجو البارد. والله بات عندي ورا اذان المغرب وهو فوقاي وما نزل الحيوان وراح. اللزم بالعافيه على اللزمه، وقع بالليل اللزم ما ينزل الطير. طلعت طيور ريشت ذبيت اكل ما ينزل، مو بكيفي ولا بكيفك ما ينزل. هو ما ينزل، هو اصلا طير يطير. والطير ما يطير اذا تشد بيه محركات ما يطير يا اخوي، هو ما يطير، ما متعلم يطير. الطير ما متخرج، ما متعلم يطير مطيار نهار كامل. مو بكيفك انت تخليه يطير. وثاني شغله حبايب قلبي، هواي نزلت مقاطع على القناه بين اللي يشتري طيور يقولوا له ذني طيور محمد الراوي او محمد ابو الفلوجه. خابرني اخويا قبل لا تشتريه، خابرني شوفني نقول لي ذني طيورك. اكو عالم اشكال ترى تصيد بالماء العكر. والله ها طيور محمد وهاجي. المهم احنا ما نريد ندخل بتفاصيل ونذكر اسامي، وما اريد اذكر اسامي حتى لا اقطع رزق واحد ولا احرض على واحد، ما لي علاقه بهالموضوع. بس انت لا حاول لا تغلط، حاشاكم من الغلط. من تريد تشتري طير اتاكد، راسلني على الواتساب، دزي صور قول يابا ذني طيورك. هذا الولد يريد يبيعني يقول ذني طيورك، لان اشكال عالم ما عاد خيبة الله. والله طيور محمد انا ما عندي بيض، طيور بيض، طيور ذني واضحات قدامكم. هاي طيور واضحات قدامكم، هاي طيور واضحات قدامكم. هذا طيور شي واضح، طيور مبينات يعني ما يراد نغبي. هاي قدام العين، هاي قدام العين ترى، لا مغبين على حد ولا ضامن على حد. فما لكم علاقه بهذا الحكي اللي تسمعوه اللي تشوفوا اشكال عالم تدور تعاليق وتدور طشات بروس العالم. المهم طيورك جواها فرخات اخوي العزيز، يراسلوني يقول لي طيور جواها فرخات وما تزق زين.
طيورك جوها فرخات، لا تعوفها محبسه بالبرج ولا تخليها معلقه من الصبح للظهر هي مطيار، لا، وياها 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 وياها. يعني طيور جوها فرخات اطيرها مطيار خفيف الصبح، تحط الطيور انطيها وجبه خفيفه، تفوت راح تبدل الطواير على فحل، تفوت الزق، ارجع افتحها اخليها على الملح رمل بالسطح، تريش بالسطح، هم اذب لها العصريه وجبه خفيفه، تفوت الزق خفيف وياها وياها، لا تكثر ولا تجوعها ولا تكثر، وياها وياها. بعدين المغربيه وجبه قويه، هي اكثر شيء وجبه الصبح ووجبه المغرب. الوجبه الصبح انطيها خفيفه بس على مود تبديل الفحل على الطياره، من يفوت ينام الفحل على الفرخات على مود يقدر يزق. والمغرب وجبه، لا وجبه كامله انطيهن على مود ياكلن بصوره صحيحه. ما يراد لها ترى الرمل والملح هذا عندك بالسطح، هذا الخبز احسن ما ينذب بالشارع، اجمعه واخليه يابسه وادق لهم اياه، امور طبيعيه ياكلن. وتحياتي السلام الكحلي اخوي العزيز ابو احمد ذهب، تحياتي لك، ربي يوفقك ويوفق الجميع. هذا حمامنا، هذا حمامنا ترى ما متيل، هذا حمامنا. اشكال شفت انا على التيك توك وعلى الفيس، هاي السوالف اشكال شفت، يعني تصريحات عجيب غريب عجيب غريب. يعني والله يمكن انا اتصور يمكن اذا اريد اتابعه صار له سنه يمكن من نشر، العفو، من جنى الطير، ماك سنه والله قل السنه، ويصرح وتشوفه ويعطيك تعليمات ويعطيك ارشادات، اسكت وخليها. هو ما يعرف، يعني انا متاكد هو ما يعرف، يجوز يجمع معلومتين منا ومنا وينزلهن، بس اكو معلومات خطر اخوي العزيز، لا تنزل شيء اذا ما مجربه، لا تنزل معلومه وتعطيها المعلومه المتابع او الجناي وانت ما مجربها. ليش يقول اسال مجرب ولا اسال حكيم؟ ما انطي معلومه اذا ما مجربها. اجرب المعلومه انا واشوفها ونجحت عندي، الله اقول يا ولد اللي يريد يسوي هذا الشيء يسوي هيك وهيك وهيك على مود تنجح عنده. فانت لا شيء ما تعرف بيه وتنزله وتسولف بيه والعالم مصدقه. هسه الصيام وما نقدر نطول حيل ونحكي، شويه شويه وياكم ان شاء الله، بلكي الله يمكننا نفتح بث على التيك توك. والله شويه خلوا قعدكم علم، واحد من يفطر يتفلش وبالنهار انه صيام، بس اليوم والله راسني ولد خوي تحياتي له، قال 1 2 3، قلت له هسه راح انزل مقطع والعيون المتابعين الغوالي، والمعلومه الخفيفه وعلى الطاير على التيك توك تلقوها، انزلها بسرعه وان شاء الله بخدمتكم انا حاضر. والطائر اذا يريد يخلص التايم ماله والوقت ماله انتهى عمره بعد، خلاص الطير كبار وقف عمره انتهى مطيار بعد، لا تقدر تلح عليه ولا تقدر ترجع نفس ما كان، شيء كبر انتهى بعد، وقته انتهى، كل شيء له وقت وكل شيء له نهايه. تقدر تبقى مثلا عندك الطير الكبير تعرفه طيرك هذا ومضبوط وكان يطير عندك، وطاير نهار كامل عندك وبايت عندك، تقدر وطيرتك كذلك تقدر تستخرج من عندهم فرخات حرامات، يعني ما تضيع، تطلع من عنده فرخات ماكو بي اي مشكله، تحافظ على رسه، نفس ماذا نسوي احنا. وتحياتي لكم حبايب قلب المتابعين الغوالي، اشوفكم بخير.